السلام عليكم مربين الدواجن في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم. معاكم الدكتور سامح عسل وحلقه جديده بخصوص عالم الدواجن. بالنسبه لحلقه النهارده هيكون عندنا سؤالين. اول سؤال: ما هو نوع العلف اللي انا بستخدمه او اللي انا اقدر انصح بيه للمتابعين في القناه؟ السؤال الثاني: لو عندي فراخ عمر 28 يوم وزنهم كيلو ونص، ازاي ازود وزنهم اكتر او احط لهم ايه علشان الوزن يزيد اكتر؟ دول سؤالين حلقه النهارده، ولكن قبل ما نسمع الاجابه ما تنساش تشترك حالا في القناه، ولو عندك اي سؤال انزل في التعليقات اكتب لنا سؤالك وان شاء الله نكون عند حسن ظن حضراتكم. ويلا بينا حالا نبدأ على بركة الله. السؤال الأول: ما هو نوع العلف اللي أنا بستخدمه أو أقدر أنصح بيه للمتابعين في القناة؟ السؤال ده يا شباب ملوش إجابة مباشرة. لو أنا قلت لك شركة علف كذا يبقى كده أنا غير صادق معاك. الصراحة إن معظم الشركات كويسة، يعني لما نحط الشركات في مقارنة زي القاهرة للدواجن أو الوطنية أو العناني أو الإيمان أو يعني معظم الشركات ما عندناش مشكلة مع اسم المنتج. امال السؤال في يعني التركة فين؟ التركة إن أنت تستخدم علف صابح. يعني إيه صابح؟ يعني فترة الصلاحية أو فترة الإنتاج لسه إنتاجه صابح معاك، لسه فريش. فمثلا لو جبنا علف العناني إنتاجه من أسبوع فات أفضل، ولا جبنا مثلا علف القاهرة أو الوطنية من شهر ونص؟ أيهما أفضل؟ يبقى كل ما يكون الإنتاج صابح علف فريش كل ما هيكون افضل. ليه؟ لان في سموم فطريه بتزيد وبتتراكم لو العلف قعد فتره طويله بعد التصنيع. كل ما العلف يركن عندك كل ما السموم دي بتزيد. النقطه الثانيه خد بالك منها، ان الوكيل اللي بيجيب العلف، يعني انت لما تروح تجيب من عند فلان الفلاني اللي فاتح مخزن وحاطط علف، هتلاقيه حاطط العلف على خشب كويس، المكان فيه رطوبة ولا مفيش رطوبة، فيه تهوية ولا مفيش تهوية. يعني ممكن يكون العلف سوبر ممتاز زي الفل، ولكن الأسبوع اللي اتخزن فيه عند الوكيل غير جيد. ممكن وكيل تاني يكون عنده الصلاحية أو فترة التخزين كويسة، ممكن يقعد عنده شهر وما يحصلش مشكلة. فعلشان كده أنا بقول لحضرتك خد بالك، الموضوع ما هواش شركة فلان حلوة وشركة فلان وحشة، لا، الشركات كلها معظمها عليها رقابة من الدولة وعليها اهتمام، وكله عايز يكون منتج جيد. يعني كل الشركات بتتنافس على الجودة، لكن التركة ان انت كمان كمربي تسعى ورا المنتج الفريش والوكيل اللي بيخزن علف تحت ظروف تخزين جيدة. هي دي الإجابة الصحيحة، غير كده يبقى بضحك عليك. طيب ندخل على طول على السؤال الثاني: لو عندي فراخ عمر 28 يوم وزنهم كيلو ونص، ازاي ازود الوزن بتاعهم؟ الإجابة الصريحة إن أنت أصلا فراخك على عمر 28 يوم لو جابت كيلو ونص تبقى فراخ ممتازة، ما عندكش مشكلة. أنت لازم تبقى عارف إن الفراخ البيضة على عمر 14 يوم بتاكل نص كيلو ويكون وزنها 400 جرام. فلما تجيب 400 جرام أنت كده تمام، مش ما تحطش وتكلف نفسك أدوية كتير، لأن هو ده الماكسيمم أو هو ده آخرك. على عمر 21 يوم بتكون واكلة تقريبا كيلو ومتوسط وزنها تقريبا 800 جرام. فإن جابت 800 جرام خلاص أنت كده زي الفل. على عمر 28 يوم الطبيعي إنها بتكون واكلة 2 كيلو، وزنها طبيعي يكون كيلو ونص أو كيلو 600، فأنت لحد كيلو ونص زي الفل. خلاص كلها 4-5 أيام أسبوع بالكتير. على عمر 35 يوم متوسط الفراخ بيكون 2 كيلو، وبكده تكون أنت حققت معادلة كويسة. الأهم من ده كله إن معدل استهلاك العلف ما يكونش زايد. يعني برضو في حاجة هنا اسمها معدل التحويل. انت بقى بتشوف والله العلف الفلاني اداني معدل تحويل كويس على عمر 28 يوم، ممكن يكون نفس الوزن في العلف التاني او في الدورة اللي فاتت او في العنبر اللي جنبي او في يعني ومع انه نفس الكتكوت، انت مثلا مثبت كل العوامل ولكن مغير العلف، ولا الكتكوت ثابت والدواء ثابت كل حاجه تمام، وجيت على عمر 28 يوم اداك نفس الوزن، ولكن الشركه فلاني او العلف بتاع الشركه الفلانيه استهلاكي من العلف اقل واداني نفس الوزن على عمر 28 يوم، يبقى كده العلف ده معدل تحويله افضل، اشتغل بيه وانصح بيه. وعلى فكرة الأمور دي متغيرة، يعني ممكن تلاقي الشهر ده شركة أو علف فلاني كويس في التحويل، والشهر التاني أو التالت تلاقي الأمور بدأت، لأن الأمور مرتبطة بالذرة والصويا اللي إحنا بنستوردها. يعني الدول العربية بتستورد الذرة
وهي مش مسيطره على سوق الذره، فهتبص هتلاقي حسب الذره اللي بيجي بقى للدوله. ممكن الذره يجي الشهر ده كويس تلاقي الدنيا حلوه مع الناس كلها، او الذره وحش تلاقي الناس كلها بتشتكي من العلف. تبقى عامة الشكوى عامة يعني. في الأمور اللي زي دي بقى بيظهر هنا دور مضاد السموم اللي بيتحط في تركيبة العلف، ومضاد السموم اللي أنت بتحطه في المية. وده هيكون موضوع حلقتنا الجاية إن شاء الله عن السموم الفطرية. وإلى أن نلقاكم، يا رب أشوفكم دايما في خير وأحسن حال. كان معكم الدكتور سامح عسل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.